حسين فيديو جديد. النهارده هنعمل حمام محشي رز. الحمام بيتحشي يا اما بالرز يا اما بالفريك. كلنا بنحشي حمام، الموضوع مش موضوع صعب خالص، احنا كمان عايزين نبسطه كمان. معانا الحمامه بالشكل دوت، الحمام بالشكل ده مفتوح من الجنب، فتحه كويسه بالنسبه لي، كانت يعني من الحاجات اللي بنشوفها على طول مفتوحه كده عدله، لكن دي من الجنب فهي برضو من الحاجات اللي كويسه شويه. ليه؟ لان كده الحمامه الرز منها ما بيقعش، يبقى الحمام محشي رز او فريك. معانا شويه رز متطجنين حته زبده بملح وفلفل وبصلايه وشويه كزبره وشويه كمون وشويه جوز الطيب. دي لا بقدونس ولا جزرايه ولا خضره ولا محتاجه كل الكلام ده كله، متطجنه حاجه بسيطه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ومزودين لها التوابل دي التاني على الوش، وبصلايه برضو نيه، وبندعكهم ونبتدي نحشي الحمام ونوريكم ازاي. اهو الحمام اهو زي ما انتم شايفين كده. موضوع مش يعني كلنا بنحشي حمام وكلنا عارفين الحمام بيتحشي ازاي، مش محتاج حاجه تعليميه او حاجه بنوريكم ازاي او بنعرفكم ازاي، بس احنا بنبسط كمان نحاول نزق الرز كده شويه لقدام عشان خاطر نحشي الزور. الحمامه زي ما انتم شايفين كده كتفناها، الفتحه اللي في الجنب دي مش هدايه في اي حاجه خالص، هي معموله صح وبتحافظ على الرز. وبنحط اخر الكبدايه اخر الحماميه حته كبده ونقفل عليها، والزور ما بنملاهوش قوي، والحمامه نفسها ما بنملاهاش قوي. برضو الحمامه من جوه احنا قبل ما بنحشي رز بنتبل ببصلايه مدعوكه بملح وفلفل، ملح وفلفل زيها زي الفراخ الروستو اللي كنا بنعملها او الفراخ المحشيه، بندعكها برضو بجوه بملح وفلفل وسن جوز الطيب. اما بتنزل في السلق بتبقى ليها ريحه وتستوي، يبقى ليها طعم جميل. اما نيجي نحمر بحته زبده او حته قشطه هنوريكم ازاي دلوقتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهنوريكم ازاي دلوقتي. ميه بتغلي عليها لورو، حبهان، بصلايه، جزرايه، عود كرفس، وهنوريكم ازاي دلوقتي. اهي نسقط بقى الحمام، لازم تكون الميه بتغلي بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. ودي هناخد منها شوربه، نعمل منها شويه ملوخيه، نعمل منها اي حاجه، برضو نسقي بيها رز تاني لو عايزين نعمله. وزي ما انتم شايفين هو بيستوي في حوالي 30 دقيقة 40 دقيقة أقل حاجة أكتر حاجة، لكن هو في الحدود دي تقريبا من 30 ل 40 دقيقة بيستوي الحمام. بعد ما المية تغلي على النار أغطيه، ممكن ما أغطيهوش، بس هو الأفضل ما تغطاش الحمام عشان ما يفرقعش مني بالشكل ده. الحمام تقريبا قعد 45 دقيقة 40 دقيقة 45 دقيقة هو استوى، وهنقول لكم إزاي نعرفه استوى ولا لا. نيجي من تحت الجرح كده ونعمل كده بالشكل ده، هنحس إن هو أهو فزر مننا واستوى بالطريقة ديت. ومن عند الرجل اهي دي الحمامه كده استوت، تقريبا قعدت حوالي 45 دقيقه او 40 دقيقه بالظبط. نبتدي بقى نحمر، احنا هنحمرها في قشطه وهنوريكم ازاي دلوقتي. هحط شويه قشطه بالطريقه دي كده واحمر الحمام بتاعي. ده حمام المحشي زي ما انتم شفتوا بالمنظر دوت وبالشكل دوت، اللون الجولد، اللون الذهبي. وطبعا احنا بنحمره زي ما قلنا بقشطه وقطعه من الزبده وعليه ملح وفلفل وجوز الطيب على الوش، رغم ان احنا ظابطين الطعم، بس على الوش لو حبيتوا تزودوا مفيش مشكله. بيتقدم تحت منه بقدونس وبيطلع بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. اذا عجبكم الفيديو دوسوا لايك وعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس. كان معكم الشيخ مجدي الحسيني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين.